فن الطبيخ يا عروسة، ده كل كلمة ليها وقت وعوزة. اتعلمي فن الطبيخ يا عروسة، ده كل كلمة ليها وقت وعوزة. أقرب طريقة لقلب جوزك معدته، لو شبعتي راح تبقي كل دنيته. وإن جت حماتك دخليها ورحبي وقولي لها أهلا وحشتيني والنبي. ما تدخليش أبدا في بيتك صاحبتك، لا تخسري جوزك بحسن نيتك. وإن كان معاه قرش زيادة اسمعي راح السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله وفي افضل صحه وباتم الاحوال. يلا بينا في بدايه الفيديو زي ما انتم متعودين معايا كلنا نصلي على سيدنا النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. وحشتوني جدا، والنهارده جاي لكم فيديو جديد ويوم جديد. والنهارده يوم مميز، يوم مختلف جدا، لان انا النهارده جايلي البيت هنا اول واحده اشتركت في قناتي، يعني اول واحده من متابعين القناه ومن مشتركين القناه من ال 57200. اول واحده دخلت قناتي واشتركت فيها جايه لي النهارده بيتي هنا، فانا لازم اقوم معاها باحلى وباكمل وجه. فان شاء الله باذن الله كل ده هنرتب له مع بعض. خليكم معايا في الفيديو ده، وحطي لي لايك على الفيديو لو لسه ما حطيتيش لايك، واشتراك لو لسه بتتفرجي عليا لاول مره. ان شاء الله باذن الله قناتي تعجبك وتنوريها. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض نشوف هنعمل ايه النهارده وهنقابل الضيفه بتاعتنا ازاي. يلا بينا. طيب اول حاجه طبعا صحيت كده من النوم علشان ابتدي اجهز ايه الفطار. عملت ايه؟ طلعت بسطرمه. بص انا عملت الفطار ده بعد ما خلصت الروتين، يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه في الفيديو، عشان انا استنيتها بصراحه لما جت عشان نفطر مع بعض في اليوم ده. سبحان الله المايه كانت قطعه من الصبح، قطعت ما جاتش غير بالليل خالص. فانا كنت ناويه ان انا اكمل لكم اليوم بقى بالغدا وما اعرفش ايه، ومطلعه بقى اكل عشان يفك من الصبح وكده، بس للاسف بقى ايه كل ده ما اتعملش، فجبنا اكل، اتصرفنا يعني وجبنا اكل تاني من بره. بس قلت بقى خلاص في الوقت ده انا كنت صورت معاكم الفطار، قلت اشارككم الفطار بتاعنا. طبعا عملت بيض بالبسطرمه وحطيته على النار، ودي جبنه قريش. عايزه اقول لكم انا كان نفسي فيها بقالي كتير جدا. مش عارفه جت على نفسي كده، هفتني نفسي عليها، فجبت جبنه قريش وحطيت عليها شويه فلفل اسود، شويه كمون، وشويه شطه وشويه زيت. بس هي بقى بتبقى تحفه بصراحه بالكمون كمان. وهرستها كده بالشوكه وخلاص. وعملت كمان البيض بالبسطرمه وخلصته. وكان عندي كيس فول كمان طلعته علشان اعمله. حطيت له بقى الايه الحاجات بتاعته اللي هي ما عملتش بصراحه اي افتكاسه فيه. تمام. وجهزت كده الفطار وعملت ايه كان في برضه بعض حاجات تانية بس انا ما صورتهاش بصراحة. يعني كان في مثلا كنا جايبين جبن تانية، وكنا حاطين مربى، وكنا حاطين بتاع ده لانشون اللهم صل على النبي، لانشون اللي هي اسمها ايه، بتقطع عليه طماطم وفلفل وكده ومحطوط على النار يعني. ده بيبقى طعمه حلو قوي. ان شاء الله في مره ابقى اعمله لكم. طلعت برضو بره كده على الصلاه. طبعا زي ما قلت لكم انا جهزت الفطار بعد ما عملت الايه اللي انتوا بتشوفوه الروتين ده، او بعد ما رتبت وروقت الدنيا. جهزت الفطار تمام، علشان بس ايه يبقى احنا كده مع بعض على الفيديو، علشان ما تقولوش ايه فطرت يعني الضيفه جت والدنيا مكركبه وبعدين فطرت وبعدين قمتي عملت البيت. لا، انا المفروض ان انا بعمل كل ده وبعدين هجهز الفطار معاكم اهو. فانا بحب قوي لما يكون جاي لي حد اشيل الكسوه اللي انا ببقى حطاها على الايه على الانتريه يعني وعلى الفرش وكده. ليه بقى؟ علشان يعني ايه يبقى مريح للنظر كده، واللي داخل شايف الدنيا حلوة كده وواسعة وشكل البيت عامل ازاي، فاهمني كده. فانا بحط مثلا الكسوة عشان ولادي كده بس. ده اول يوم. تاني يوم بقى بفرشها عادي، يعني انا هفرشها تاني مش هسيبها كده، علشان برضو الولاد يعني ربنا يبارك فيهم بقى ويخليهم. زي ما انتم شايفين كده شلت كل الكسوة من كل الكنب والكراسي وكل حاجة، ورحت ايه نفضت، ورحت محطة الكوشنز تاني اللي هي المخدات الصغيرة دي يعني. اسمها كوشنز بلغة الناس اللي هم بيعملوا انتريهات يعني وكده.
تمام. ومسحت بقى اللي عايز يتلمع لمعته، واللي عايز يتمسح مسحته اهو بكل سهولة وبساطة ويسر. جبت اللي هو الملمع بتاع الازاز اللي هو الجلانس، ولمعت بيه الترابيزة دي عشان هي قريبة من الشباك تقريبا. كل يوم بلاقي عليها ايه تراب، فلازم تتمسح، وده مش صعب يعني، ما بتاخدش دقيقة زي ما انتم شايفين اهو من فوق وكمان من الرف اللي تحت ده. وهرجع افرش تاني المفارش دي شكلها حلو قوي بصراحه، عامله لي طاقه حلوه قوي كده في البيت، يعني حاسه بتغيير حلو، عجباني بصراحه. بصوا هنا بقى، كنت ايه قلت خلاص انا مش هشيل دول، هظبطهم بس كده واحطهم بشكلهم، يعني هم كده كده لان هم لون الايه، لون الكرسي. وبعدين ضايقوني في، لقيت كل شويه عمال يتلم وعمال يتكرمش الكسوه دي، فقلت والله لا اشيلها، قمت شايلاه وسبت بتوع الايد بس. بصوا كده حطيت كمان الايه المخدتين. ده الشكل بقى الدنيا وهي مكركبه اهي. ما رضيتش بقى ان انا ايه ازوق ولا اعمل، قلت بقى انتوا مش غرب وكل يوم بتشوفوا البيت كده على حاله، فهنعيش اليوم كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه النهارده. وكان في بقى لب بقى قبلها بيوم، رحت شايله طبق اللب ده بقى دخلته جوه يعني المطبخ، على تشوفوه دلوقتي وانا بحطه او انا بغسله. ولمعت كمان اللي هي الحاجات اللي كانت موجوده على ترابيزه الانتريه الصغيره دي. هم حاجات ابيض لونها ابيض برضو، فاي حاجه بيضة انا بلمعها بالجلانس اللي هو ملمع الزجاج. تمام. انا كده يعتبر الحمد لله انجزت حاجات كتير او وقت طويل هنا. بس همسح هلمع الترابيزه بتاعه الانتريه كمان بالمره، طبعا هي لونها ابيض وكمان ازاز، فانا هلمعها كده تلميعه محترمه حلوه اهو. وهنده لسندوسة العسولة ربنا يبارك فيها يا رب، هي واختها شالتها قصادي لان هي تقيله عليا. في ناس قالت لي يا ناس ما ركبي لها عجل هتسهل عليكي ان انت تجريها وكده، بس يا جماعه انا لو ركبتها عجل ولادي هيعتبروها عربيه في البيت بيلعبوا بيها، يلعبوا بيها في الراحه والجايه. يعني ممكن ساندي عشان كبيره لا فاهمه، انما ريم الزئرده الصغيره دي فظيعه، يعني هتروح تجيب ولاد عمها صغيرين برضو وتقعد بقى تركب تعمل كده دوار تركب ادوار ويزقوا ويعملوا مش هلاقي الترابيزه دي في خلال يومين. فلا خليها كده احسن، هما ما يعرفوش يحركوها وانا كمان ما اعرفش احركها عادي. بس هي يعني مش تقيله بالمعنى، يعني انا ممكن اشيلها قصاد حد، ممكن اجرها لوحدي بس هزقها يعني مش بشيلها. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وكويس ان هي كمان على ازاز، يعني في ترابيزات على رخام. يعني كان عندي اوضه النوم بتاعتي القديمه كانت على رخام، يعني ال- التسريحه السطح بتاعها رخام، والكومودينو الاتنين كومودينو كانوا السطح بتاعهم رخام. انا كنت لما بحب انضف بحب اجر الكومودينو وامسح وراه واشيل مش عارف ايه واحط ما كنت كان بيعذبني بقى، يعني بيعذبني عذاب الدنيا كده علشان اعرف اشيل الكومودينو كده من مكانه واحطه الناحيه التانية. فكانت صعبة قوي قوي، يعني هي كده بالنسبة لي كويسة مش تقيلة. خلصت كده الصلاة دي معاكم الحمد لله، بقت تمام وزي الفل. رجعت بقى هنا، بصراحة انا مش راضية تمام الرضا عن المفرش اللي انا حطاه، وكمان شكل الانتريه مع الانتريه ايه السفرة، علشان الكراسي بتاعتي كابوتونيه، فانا عايزة جمالها يبان، فهرجعها تاني للوضع القديم. وكمان هفرش كمان مفارش القديمة، لان احنا انا قررت ان احنا النهاردة نقضي يوم كامل كده في الاكل على السفره، يعني ايه يعني هنفطر على السفره وده حصل فعلا، وكمان هنتغدى على السفره وده برضو حصل فعلا. السفره بتاعتي لونها ابيض وجميل بصراحه، جمالها حلو قوي لازم يبان. قلت بقى مسحها مسحه حلوه كده، علشان المفرش ده مش بيحمي السفره في حاجه. المفارش اللي هي اسمها ايه، استنى، الاورجانزا اللي هي الشيفون الخفيفه دي. ليه بقى؟ لان هي بتعدي من تحتها الفتافيت شويه رده التراب مش عارف ايه. فانا عشان كده لما شلته مسحت كويس جدا اهو تحته. وجبت كمان المفارش القديمه بتاعتي اللي هي شبه الايه، شبه الكراسي، شبه السجاده بتاعت السفره. انا مش عارفه في ايه مالي، انا عايزه اشرب حاجه للذاكره بخصوص اللي انا بيحصل معايا ده كده. معلش انا ببقى على فكرة الكلام بيبقى حاضر بس مش عارفة اطلعه، مش عارفة اوظفه ماشي، فسامحوني يعني لو انا بلخبطكم معايا وبعمل لكم كده ايه خنقة يعني في الكلام. بصوا كده خلاص الحمد لله رتبتها اهي وظبطتها. قولوا لي برضو الشكل كده مودرن اكتر ولا اللي انا كنت عاملاه الاول؟ يعني المفرش القديم واللي هما تلاتة قصاد بعض، تلاتات كراسي قصاد بعض، ولا كده احلى؟ انا بالنسبة لي شايفة ان كده حلو جدا ويعني مودرن اكتر، يعني حاساه كده ايه حاجة قيمة اكتر. فانتوا قولولي واكتبوا لي برضو في الكومنتات ارائكم، انا بحب اسمعها جدا. وكمان كلامكم الحلو ده انا بستنى الوقت اللي انا اجري وانزل فيه فيديو علشان تكتبوا لي كومنتات كتير، واقعد بقى اقرا كل الكومنتات بتاعتكم اللي بتسعدني وتفرحني. اشكركم جدا من صميم قلبي، ربنا يخليكم ليا يا رب يا جماعة.
جبت برضو المكنسة، وزي ما كنست هناك برضو ايه هكنس بيها هنا. المكنسة دي فيها حتة كده اتكسرت من الزور فوق بتاعها، بس ان شاء الله مستنية لما انزل وسط البلد هبقى اجيب لها، او العتبة يعني هجيب لها ان شاء الله قطعة الغيار بتاعتها. كده كمان كنست هنا، بقول لكم خلاص الدنيا بقت زي الفل وتمام كده، وارتحت يعني، حاسة ان انا مبسوطة كده. وطلعت بقى على اوضة ولادي، لقيت ساندي ما شاء الله ربنا يحميها مرتباها. يعني ساندي مش بتعرف تطبق، بس هي بتفرد اللحاف بتاعها كده على السرير وتروح مظبطاه. فانا ايه حاولت اظبط كده الحاجات اللي كانت محتاجة تظبيط كده بتاعتها اهو، وسبت لهم اللحاف التاني علشان يبقى موجود يعني استبناء او اضافه. طبعا انتوا كلكم لحد دلوقتي ما عرفتوش مين الضيفه اللي جايه ومين هي. ان شاء الله باذن الله ده هتعرفوه الفيديو الجاي، علشان في مفاجاه كبيره جدا جدا هعرفها لكم، او انا هطلع لكم يعني معاها في فيديو. فخليكم برضو متابعين ان شاء الله باذن الله. هي مفاجاه حلوه جدا بالنسبه لي، اتمنى ان هي ان شاء الله تبقى حلوه كمان بالنسبه لكم. بصوا بقى، هنا كنت جبت عيش، جايبه عيش يعني عشان يبقى في البيت، عيش بلدي اللي هو بتاع الفرن العادي ده. تمام، عشان حبايبنا بقى اللي بيشوفوني من خارج مصر، احنا عندنا هنا يا جماعه في مصر بنجيب العيش من فرنة العيش اهو عادي. وده اسمه العيش البلدي بتاعنا، هوريهولكوا دلوقتي بس لما يتهوى شويه واشيل من عليه الرده. دي فكره حلوه قوي يا جماعه، ممكن تعملوها ان شاء الله. بس هنا بقى طبعا ايه، كانت الميه مش فاكره كانت قطعت ولا لسه ما قطعتش، هنا اعتقد لسه كانت قطعت هنا. هنا كانت قطعت. فكان عندي طبعا شويه مواعين اهم، فقمت ارصهم في الغساله علشان اشغل عليهم الغساله لما الميه تيجي. فقلت الحمد لله ان انا كملتها، يعني كملت كده الايه الغسله بتاعتها علشان اشغلها. اكتر الحاجات اللي كانت عايزه تتغسل كانت الكوبايات. ليه بقى؟ لان انا كنت عامله قبلها بيوم حمص الشام، وكنت كنا جايبين حاجه ساقعه وعامله عصير مانجا، فاهميني؟ فايه كان في كوبايات كتير قوي استهلكناها. وانتوا عارفين بقى حمص الشام بقى يعني، والدفا بقى والشتا وكده. خلصت الحمد لله كده، اقفلها واسيبها مقفوله لحد ما ايه الميه بتاعتي تيجي. هنا بقى بص بوريك انا بعمل ايه في العيش. بجيب رغيفين كده، كل رغيفين قصاد بعض، واروح يعني محركاهم كده قصاد بعض، بحيث ان انا انزل الرده زي ما انتم شايفين كده من عليهم. وارصهم في الكيس قصاد، يعني برضو مرصوصين رصه مظبوطه كده ومحترمه زي ما هوريكم دلوقتي. وبشيلهم في الفريزر وقت ما اكون عايزه اطلع عيش، بطلع عادي جدا. ويكون بقى هو نضيف يعني مفيش عليه رده، اسخنه افكه في الميكروويف، اعمل فيه اي حاجه، بيبقى نضيف. وبرضو ايه مش مضايقني ومش تعبني، ولا بيوسخ الفريزر، ولا بيوسخ لك مثلا مكان ما كنت بتاكلي او كده. علشان طبعا الرده دي بتنزل لما العيش بيكون اتجمد وهو عليه رده، بتلاقيها ايه نزلت من الرغيف كده وبهدلت لك الدنيا حواليك. طيب انا كده خلاص الحمد لله برضو روقت ورتبت المطبخ كده، انا بيتي جميل جدا والحمد لله نضيف، ومستعده لاستقبال الضيف. ولما ان شاء الله تيجي نعمل مع بعض الغدا. وهقول لكم بقى لحد هنا، اشوفكم على خير في فيديو جديد يا حبايب قلبي، والسلام عليكم.